الهدف من الصفحة مش بس خلي بالك لما بقولك كمل الفيديو، لأنه إحنا بنديك نصايح نفسية وفي نفس الوقت أنت بتكون مريت بالتجارب اللي إحنا بنتكلم فيها، فبالتالي بتستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أشكر كل أخ وأخت مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس، وعشان كده أنتم بدعمكم ده بتخلوني أكمل، لأن دي قناتكم وكل التوبكس اللي بنتكلم فيها والمواضيع اللي بنتكلم فيها هنا هي بتيجي بعد ما بتناقش معاكم، بقول لكم انتوا اي موضوع حابينه وبنبتدي نحضر له وبنبتدي نتكلم عنه عشان تكون اكبر فايدة ممكنة لكل اخواتنا. فكان شكر واجب لكل متابعينا، ونبتدي النهاردة في موضوع حلقتنا، الموضوع اللي اتكلمنا عنه كتير جدا، وهو ايه هي المكملات الطبيعية اللي انا اقدر اخدها وبالتالي تخليني عندي انتصاب قوي، ضخ دم في العضو الذكري ممتاز، اعصابي حديد، بلس انه عندي انرجي عشان اقدر اعمل العلاقة الزوجية المثالية. طب احنا الاول عايزين نعرف هو احنا ليه اصلا لازم ناخد مكملات؟ ما ده سؤال مهم برضه. طبعا كل ما العمر تقدم بيك كل ما اصبح جسمك استفادته من الاكل اللي انت بتاكله اقل، وبالتالي بنعاني كلنا في وقت من الاوقات، في سنه من السنين، في يوم من الايام، ان فجاه بتلاقي الانتصاب بتاعك اثناء العلاقه راح، او انتصابك ما بقاش زي الاول، او قصفك بقى اسرع، او بقى ما عنديش رغبه خالص في عمل العلاقه الزوجيه مع الزوجه. كل الحاجات دي بتصيبك انت بالقلق، وكل الناس مرت بفتره زي دي. طيب عشان احمي نفسي انا لازم اعمل حاجه اسمها المحافظه على الصحه الجنسيه. لازم احافظ على صحتي الجنسيه. ازاي اقدر احافظ عليها؟ بان انا اخد الحاجات اللي جسمي ما بقاش يستفاد منها الاستفاده الكامله من الاكل، زي المكملات الغذائيه اللي هنتكلم عنها النهارده، ودي هتبقى جزء من الحلقات اللي احنا هنتكلم فيها شويه بشويه عن مجموعه من المكملات المهمه ليك ولصحتك الجنسيه كزوج. واول مكمل معانا النهارده هو مكمل الزنك. طيب الزنك يا جماعه بيفيدني في ايه؟ الزنك بيفيدني بكل بساطه في رفع هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون المسؤول عن رغبتك الجنسيه. فكلما قل هرمون التستوستيرون في دم حضرتك كلما قلت رغبتك الجنسيه وبشده، وبالتالي بتلاقي نفسك محجم عن الزوجه ومحجم عن عمل العلاقه الجنسيه، ما بقتش حابب تعمل العلاقه، تملي بعيد قوي. فعشان كده هرمون التستوستيرون لازم يزيد. طب يزيد ازاي؟ من خلال مكمل غذائي طبيعي زي الزنك. ده رقم واحد. رقم اتنين بيفيد في صحة البروستاتا، والصحة البروستاتا هي جزء لا يتجزأ من تأخير القصف. فإذا كان عندي بروستاتا ممتازة اعرف تماما ان انت ان شاء الله هيكون قصفك متأخر، وتقدر تأخره وتقدر تسيطر عليه. المكمل التاني المهم جدا في المجموعة اللي المفروض انت حضرتك تبتدي تحصل عليها او تاخدها في كل شهر، ابتداء من ان انت يكون عندك سن او كسرت سن ال30 او حاجز ال30. المكمل الثاني هو ال ارجينين 1000. طيب ال ارجينين 1000 بيفيدني في ايه؟ زي ما احنا اتفقنا بيفيدني في تحسين صحه الاوعيه الدمويه والتحسين الاداء الجنسي، وبيفيد في ضخ الدم الكامل في الاوعيه الدمويه. طيب هي ما فهمتش حاجه انا؟ لا اقول لك يا حبيبي ان العضو الذكري بتاع حضرتك او سحلبوس حضرتك او الانترلوب بتاع الاخ اللي هناك او بيفيدني في انه متكون من اعصاب، وركز وجايين على المكمل اللي جاي على الاعصاب، واوعيه. طيب الدم اللي بيتضخ ده في العضله دي بيعمل ضخ في الدم، فبالتالي بيكبر حجم العضو الذكري، وكمان بيشد من او بيخلي انتصابه قوي. ودي الحاجه اللي بناخده لها عشانها احد الادويه الخاصه بالقلب عشان تعمل لك الانتصاب ده، في حين ان في مركب طبيعي اقل ضررا مليون مره من مركب زي ده معمول اصلا لصحه القلب فتاخده. لازم تحط يكون عندك في المجموعه عندك ال ارجينين 1000 مللي جرام، مهم جدا وهتدعي لي. ثالث مركب معانا النهارده هو مركب الفيتامين ب المركب او بي كومبلكس. طب فيتامين ب المركب ده بيفيدني في ايه او اقدر استفاد منه في ايه؟ فيتامين ب المركب هو فيتامين معمول للاعصاب، بيظبط لك الاعصاب، بيروق لك الاعصاب، بيهدي اعصابك، ده جزء منه. اتنين، لو في عندك بعض الالتهابات في الاعصاب، زي ما بتلاقي في ساعات بعض الافراد عندهم رعشه في الايد، ده معناه ان هو اعصابه شويه تعبانه وبيبتدي لازم ياخد مركب زي الفيتامين ب المركب. طب فيتامين ب المركب ده بيفيدني لسه قايلين العضو الذكري مكون من اعصاب وعضله، او العضله بتاعته اعصاب واورده. فالعصب بتاعك لازم كل ما كان ممتاز، كل ما كان تحكمك في العلاقه افضل، كل ما كان تاخيرك في العلاقه افضل، وكل ما كان انتصابك اشد.
اشد. تمام، يبقى احنا اتكلمنا النهارده على 3 مكملات، وهنخش على المكمل الرابع، وهديكم في الاخر خالص سمري باللي اتكلمنا عليه. مش عايزين طبعا المكملات والصحه الجنسيه تنسينا ان انت لازم تعمل لايك وشير ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. ما هو تفعل زر الجرس، ما هو لازم زر الجرس يتفعل. شكرا جزيلا طبعا على التفعيل. وبنخش على المكمل الرابع. المكمل الرابع هو عباره عن ايه؟ جذور المكة. طب جذور المكة بتديني ايه؟ انرجي، بتديني انرجي، واحنا محتاجين الطاقه دي في العلاقه الجنسيه. اوعى تفتكر ان طول العلاقه الجنسيه اذا جسمك حاسس ان انت ما عندكش طاقه لعمل العلاقه انه هيديك الباور ده. انسى، لازم يكون جسمك في الطاقة اللازمة لعمل العلاقة الجنسية. ده 1. 2، الطاقة لازم تكون موجودة معاك عشان انتصابك يفضل موجود. زي البنزين كده، انت عندك عربية احدث موديل، انتصابها روعة، ثباتها على الارض مش عارفة ايه الحكاية روعة، بس فيهاش بنزين مش هتتحرك. تمام، طيب لو فيها 5 لتر بنزين هتحرك قد ايه؟ 50 كيلو 60 كيلو هتقف خلاص. فنفس القصة، لازم يكون عندك انرجي. فالانرجي دي هي الجسم بيستخدمها اثناء عمل العلاقه الجنسيه، وبالتالي لو انت عندك القدره الجنسيه في التطويل بتطول معاك، ودي حاجه مهمه جدا وهي جذور المكة. الجزء الرابع والاخير، وزي ما قلت لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والمتابعه. ما تنسوش ابدا 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 تتفرجوا على السلاسل الكامله من اللي احنا ابتديناها من اول العاده السريه، محظورات ليله الدخله، اضرار الافلام الاباحيه، طول العضو الذكري، كل الكلام ده يا جماعه لازم تتفرجوا عليه. الهدف من الصفحه مش بس، خلي بالك لما بقول لك كمل الفيديو، لانه احنا بنديك نصايح نفسيه وفي نفس الوقت انت بتكون مريت بالتجارب اللي احنا بنتكلم فيها، فبالتالي بتستفاد. الموضوع مش عملية تجريد فيديو خلاص او انت عايز مكمل وخلاص. الفكرة فكرة في الفيديوهات اللي فاتت هي ازاي يبقى عندك ثقافة جنسية، ازاي توعي نفسك جنسيا عشان تبقى مؤهل اصلا ان انت تعرف تعمل علاقة جنسية سوية وسليمة. وما تنساناش باللايك والشير والمتابعة. وطبعا كل ما ذكر من مكملات طبيعية لازم يتم أخذها تحت إشراف الطبيب، خصوصا المصابين بمرضى القلب أو الضغط أو السكر أو أي حاجة من الحاجات المزمنة. لازم استشارة طبيبك الخاص. احنا بس في الحلقة دي بقول لكم على الأسرار اللي موجودة اللي بديلة للحاجات اللي بتتاخد زي الفياجرا، زي أنا آسف طبعا مش عايز أقول أسماء، زي الأدوية الخاصة بالقلب عشان الانتصاب، والادويه الخاصه بالاكتئاب عشان تعمل تاخير. واحنا عندنا كنوز موجوده بس محتاجه منك ان انت تاخدها في الوقت السليم عشان تحافظ على صحتك الجنسيه من ال30 لغايه ال70 ان شاء الله. واستمر على الفيديوهات هنا وتابعني وكمل معايا المتابعه وشوف الفيديوهات، لان السلسله بتاعتنا دي مش هتخلص عشان تفضل محافظ على صحتك الجنسيه. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. وما تنساش متابعتنا في كل منصات التواصل الاجتماعي، هتلاقوها موجوده طبعا على اسفل الشاشه. واشكركم شكرا جزيلا.